أنا عارف إن النسخة معاكو طلبت تحديث، سواء حضرتك فاتح نسخة واتساب بلاك أو واتساب ار سي أو واتساب الدلتا أو واتساب اي بي أو واتساب ام اي أو أي نسخ من النسخ اللي احنا اتكلمنا عليها سابقا في القناة طلبت معاك تحديث. فأنا جايب لك تحديث واتساب جي بي. يعني حضرتك فاتح أي نسخ من النسخ اللي احنا اتكلمنا عليها في القناة، مش مهم الاسم، يعني أهم حاجة تكون فاتح النسخة المدمجة سواء بالربط أو بدون ربط. يعني أنت فاتح نسختك بربط الجهاز أو فاتح نسختك بدون ربط الجهاز ولسه لحد الآن ما سجلتش معاك خروج، هتقدر تحدثها بواتساب جي بي. تمام؟ يعني ما يهمش أي نسخة. بمعنى مثلا حضرتك مشغل واتساب ار سي ونزل لك تحديث واتساب جي بي، حدث بجي بي. طب مشغل واتساب بلاك، حدث بجي بي. طب شغل واتساب الذهبي، يعني مشغل واتساب الذهبي، حدث برضو بجي بي. تمام، مفيش اي مشكله، اي نسخ تقدر تحدثها بنسخه جي بي. عشان في التعليقات ببقى منزل التحديث وليكن جي بي، ناس تقول لي احنا عايزين تحديث ام اي، يا عم حدث بجي بي عادي. طيب ناس تانية تقول لي احنا فاتحين الذهبي وعايزين تحديث واتساب الذهبي، برضه حدث بجي بي. تمام، معلش ان انا عطلت عليكم يعني. تمام، هتمسك الموبايل بتاعك وتبدا تدخل على المتجر بلاي وتبدا تثبت تطبيق زد ارشيف. لازم كل مره بنقول كده عشان الناس اللي هي بتنسى. تمام، عشان هنحتاجه في فك الضغط. بعد ما تثبته معاك هتدخل على قناتنا على التليجرام، رابط قناه التليجرام في وصف الفيديو. تمام، هتلاقي هنا تحديث واتساب جي بي بدون ربط، هنبدا نضغط عليه. هيبدا يظهر معانا ايقونتين لتطبيق زد ارشيف. تمام، الايقونتين دول فيهم ايقونه لو ضغطت عليها اللي هي مكتوب عليها زد ارشيف باللغه الانجليزيه واستخرج الى اسم الارشيف، لو ضغطت عليها هيقول لك الارشيف تالف، فاحنا مش هنضغط عليها خالص. هنضغط على الايقونه اللي هي مكتوب عليها باللغه الانجليزيه فقط، اللي هي مكتوب زد ارشيف بالانجليزي فقط، ما فيهاش انجليزي ولا عربي. يعني مش هنضغط على اللي فيها انجليزي وعربي، هنضغط على اللي فيها انجليزي بس، اللي هي زد ارشيف فقط بالانجليزي، هنضغط عليها. هنا بقول لك تحديث واتساب جي بي بدون ربط، هنضغط عليه. هنا 2 اندرسكول جي بي واتساب عبد الله دوت اي بي كي، هنضغط عليه. هنقول له تثبيت. هنا طبعا بقى بيطلب مني كلمه المرور. كلمه المرور انا بقولها بصوتي على جزئين، هقول لك جزء دلوقتي والجزء الثاني هقوله لك في نهايه الفيديو. اول جزء من كلمه المرور هيكون 40. اول جزء من كلمه المرور هيكون 40. تاني جزء بقى هقوله لك في نهايه الفيديو، ولكن انا هكتبه عشان استخرج النسخه. بعد ما كتبت كلمه المرور كامله هقول حسنا. هيبدا يستخرج معايا، هقول له اداه تثبيت الحزب. جي بي واتساب، هل تريد تحديث هذا التطبيق؟ اقول له حدثت التطبيق. هيبدا يتحدث معايا عادي، مفيش اي مشكله. تمام. تمام، هقول تم. هخرج خالص، اروح على النسخه اهيت، نزلت معايا هي جي بي، هضغط عليها. هنا طبعا لو انا عايز اضيف اكتر من حساب، هنا لو انا عايز اعمل وضع الطيران، هنا لو انا عايز اعمل وضع الداكن، هنا لو انا عايز اعمل وضع الشبح. هضغط على الثلاث نقاط تحديث جي بي واتساب اهو، تحديث جي بي واتساب من اليوتيوب، هضغط عليها. هيبدا يدخلني على قناتي على اليوتيوب. تقدر تتابع الفيديوهات الجديدة اللي بتتكلم عن الواتساب والفيديوهات اللي بتتكلم عن تحديث للواتساب. هنرجع كده، هنرجع تاني، هنضغط على الثلاث نقاط تحديث جي بي واتساب، تحديث من قناة التليجرام، هنضغط عليه. هيبدأ يدخلك على قناتي على التليجرام، هيبدأ يدخلك على قناتي على التليجرام، قناة لازم أنجح. تمام، هنرجع كده، هنرجع تاني، هنضغط على الثلاث نقاط وهنجيب إضافات جي بي، هنضغط عليها. هنا أفضل التطبيقات المعدلة عبد الله الباشا، هنضغط عليها. لو ضغطت على أي حاجة من دول هيدخلك على قناة اليوتيوب وقناة التليجرام عشان تقدر تحصل على جميع النسخ. تمام، هنرجع كده. هنا الحماية والخصوصية، إخفاء آخر ظهور، تجاوز المشاهدة المرة الواحدة، إخفاء إن الرسالة محولة، إخفاء عدد الرسائل المجموعة من يستطيع الاتصال به، الخصوصية، إخفاء خيار الخصوصية، إخفاء خيار التحديث، إخفاء القنوات، تفعيل ستايل الحالات الجديدة، إخفاء مشاهدة الحالات والستوري، منع حذف الحالات، إخفاء زر إعادة نشر الحالات، إخفاء زر تحميل الحالات، منع حذف الرسائل ذات الاختفاء، إظهار رسائل معدلة، منع حذف الرسائل، حذف لدى الجميع، إظهار التاريخ والرسائل والحالات المحذوفة، الدردشات التي لم يتم قراءتها، إظهار صحيح الأزرق فقط بعد الرد. ودي كلها المميزات أهي. هنخرج كده، نضغط على الثيمات.
تحميل ثيمات، عندك هنا 4032 ثيم، تقدر تختار اي ثيم منهم. ممكن نحدد الثيم ده بالنسبه لي هطبقه مثلا، خليه يتطبق اهوت حسنا كده. الثيم اتطبق معايا عادي مفيش اي مشكله، نضغط على الثلاث شرط اضافات جي بي. بعد كده نجيب الاعدادات العامه، ستايل الشكل، هنا طبعا تغيير نوع الايموجي لو انت عايز واتساب او اي او اس او اي حاجه من الحاجات دي مفيش اي مشكله عادي تقدر تختارها. تمام. هنا تغيير أيقونة التطبيق تضغط عليها تقدر تغير أيقونة التطبيق عادي مفيش أي مشكلة. تمام. هنا تغيير أيقونة الإشعارات هتضغط عليها تبدأ تغير أيقونة الإشعارات برضو مفيش أي مشكلة. تمام. هنقول إلغاء. نرجع خطوة لورا، خطوة تاني. هنجيب الشاشة الرئيسية، نختار البار العلوي، ركز في الدردشات والمجموعة التحديثات والمكالمات والمجتمع، نختار ستايل بار التنقل. هنختار كده هتلاقيها بتتغير معانا. نختار اي او اس اهوت، نختار كده غير برضو معايا. هنختار كده غير معانا، نخليها لفوق، طلعت لفوق. هنختار مثلا اي او اس مثلا، اخليها ليه، اخليها بالشكل ده يعني. تمام. هنا طبعا وضع اسمي انا كاتب عبد الله الباشا، لو قفلت الزرار بتاع وضع اسمي هيبدا يظهر معاك جي بي واتساب. تمام. دي كلها امكانيات اهيت، اظهار ايقونه اضافات الحسابات، وضع الشبه، اظهار ايقونه الكاميرا لو انت عايز تظهر، اظهار ايقونه وضع الطيران لو عايز تقفلها تقفلها تفتحها، اخفاء صوره الملف الشخصي لو انت عايز تعملها. دي كلها مميزات اهي. تمام. هنرجع كده خطوه، هنيجي عند الحاله. لو انت عايز تحط الحاله بتاعتك اكتر من 30 ثانيه لازم تكون مفعل الخيار ده، زياده حجم الحاله تبدا تفعله. تمام. او تبدا تفعله عشان الحاله بتاعتك يسمح لك بوضع فيديو مدته حتى ساعه بدلا من 30 ثانيه كحاله، ولكن هي ما بتشتغلش مع جميع الناس. هنرجع كده زي ما انتم شايفين اهو، هنرجع تاني. هنا بقى الشاشه الرئيسيه، الاشعارات، اداره الرسائل، اعدادات الوسائط، مؤثرات التنقل، نسخه احتياطيه، تنظيف التحديثات، الدخول على التحديثات. هنا بحث عن تحديث جديد هتضغط عليه، اصدارك الحالي محدث بالفعل. هنا طبعا سجل التغيرات هنضغط عليها. هنا طبعا بيقول لك ما الجديد في في 21.90، تاريخ التحديث 8/4/2025، 8/4/2025، يعني التحديث ده لسه انا عامله النهارده. هنا الجديد تفعيل تصفية الحالات والقنوات، الجديد برضو تفعيل إمكانية إنشاء صورة شخصية بالذكاء الاصطناعي ميتا اي اي. تمام. إصلاحات النسخة الاحتياطية وتحميل ثيمات في أجهزة الأندرويد 14، إصلاح عدم تحديد أكثر من صورة أو فيديو عند إرسال من استوديو الكاميرا. وهنا بقى التحسينات بقى، تم تحسين حماية ضد الحظر، تم تحسين ربط الأجهزة تقدر تربط. تمام. إصلاحات وتحسينات أخرى. تمام. هنطلع كده، هنا تحميل النسخة من قناة التليجرام، لو ضغطت كده يبدأ يدخلك على قناتنا على التليجرام. تمام. هنرجع كده، هنيجي طبعا بحول التطبيق. هنا تم التعديل بواسطة عبد الله الباشا، عرض موقع الكتروني تليجرام، تليجرام جي بي واتساب ماز في 21.90، رسالة الشكر. هنا صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعديل عبد الله الباشا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تابع التليجرام واليوتيوب. هنا تابع التليجرام، لو ضغطت هيدخلك على قناتنا على التليجرام. هنا طبعا تابع اليوتيوب هيدخلك على قناتنا على اليوتيوب. تمام. هنا الحمد لله، الله أكبر، وصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا النسخة ديت آخر تحديث وآخر إصدارة لجميع النسخ اللي احنا شرحناها في القناة بتاعتنا. تمام. وآخر جزء من الباسورد هيكون 100، آخر جزء من الباسورد هيكون 100. تمام. لو ما شفتش الجزء الأول كام، رجع الفيديو من الأول خالص واتفرج واسمع الجزء الأولاني كام، وتعالى عند الجزء الثاني والأخير وهو 100، الجزء الأخير 100. تمام. أتمنى أكون وصلت لكم المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.